السلام عليكم. كتير مننا بيسمع ناس بتنده تحت البيت بنشتري الزيت المستعمل، اللتر ب 10 ب 15 ممكن يوصل ل 20 جنيه، الزيت المستعمل المهري. بيعدوا من تحت البيت يعملوا صفحات، يعملوا مواقع، يخبطوا على الباب. طبعا بيقولوا بناخد الزيت نعمل بيه ايه؟ صابون وشموع. ركزوا كويس لان ده سرطان مباشر. ما تشتروش مرضكم ومرض ناس ثانيه ب 20 جنيه. 20 جنيه دلوقتي ما بتجيبش برشامه لاي مرض. فيديو جديد. الحوار بدأ لما وزارة البيئة قالت للناس بطلوا ترموا الزيت المستعمل في الحوض والبلاعات، خنقتونا. وعملوا مبادرة هنبدل كل 5 لتر زيت مستعمل بإزازة زيت صني 2 لتر إلا ربع. وعملوا خط ساخن 19/4/81. كلموهم دلوقتي واتأكدوا. جه بقى فجأة ناس طلعت واستغلت وقالت بنشتري المستعمل وبنعمله صابون. يشتروا لتر الزيت ب 10 وب 15 وب 20 جنيه علشان يعملوا صابون بيتباع ب 5 6 جنيه. سبحانه. ركزوا معايا بقى، اوعوا يبيعوا الزيت المستعمل، وهقول لكم تخلصوا منه ازاي، لان راجع لكم وهتعرفوا دلوقتي. بس الاول شوفوا المرار الازرق ده. بصوا شايفين المصانع تحت بير السلم عامله ازاي؟ ده واحد منهم، براميل زيت من المستعمل. بصوا الكميات. بصوا نطلع فوق بقى، جراكن everywhere، ابراج من الجراكن. بتروح فين الجراكن الشيك دي؟ خد عندك المطاعم اللي ما عندهاش ضمير، عربيات الاكل اللي ما عندهاش ضمير، مصانع المقرمشات اللي ما عندهاش ضمير. خلي بالكم ان المصانع ذات نفسها بتبيع الزيت المستعمل بتاعها، اللي هو هات زيت مستعمل هستعمله واديهولك تنضفه لي وتجيبه لي تاني. ينضفوه ازاي؟ للاسف طريقه التنظيف دي ظاهريه بس. ناس كتير عملوها فيديو مبهورين بالطريقه، ازاي الزيت ده المقرح المنتن بقى ماء ذهب كريستال نازل في الكوبايه. منكم واحد منهم اتقبض عليه بعد الفيديو لان هو كان بيقلد واحد تاني يوتيوبر برضه. خلي بالكم مصانع تحت بير السلم بيحطوا الزيت خزانات. بصوا الخزان قد ايه. بصوا الناس اللي بتسأل على خزان الاحزان هو ده بالظبط. هم هنا بيعيدوا ترميمه، يخلوه رمه اكتر من الاول. كل دي براميل زيت مستعمل. بيحطوا عليها ايه؟ هم بيحطوا علينا احنا، بس بيحطوا ايه على الزيت؟ سلكات الالومنيوم. السلكات دي مش سالكه لحد، او تراب التبييض ده اللي كان بيتنضف بيه النحاس، ويفلتروها بقى مرتين 3 ومبروك علينا. طبعا هو الزيت نضف كشكل، لكن بقى يعتبر سرطان وفشل كلوي متعبي في ازايز وبهدله شرايين وقلب وجلطات، كله في ازازه واحده. ربنا يعافينا يا رب. طيب طريقة التخلص من الزيت المستعمل بقى، دي أضمن طريقة اللي أقولك عليها دي، تتأكد منها إن الزيت ما يتمش إعادة استخدامه تاني كزيت للأكل، استخدام آدمي. إزاي؟ بتجيب صودا كاوية من أي حتة، هتلاقوا صودا كاوية عند العطار، عند بتاع الصابون، بتجيبها بتحطها على الزيت كده. لا يمكن الزيت يتم استخدامه تاني في الأكل، بس ممكن يتعمل منه صناعات تانية زي الصابون والشموع أو الجليسرين أو وقود حيوي. فعلا ممكن يتعمل من الزيت المستعمل. الحاجات دي ممكن الناس يجي لها حساسيه على الجلد لو استخدموا مثلا صابون معاد صنعه من الزيت المستعمل، بس اهو ممكن يخش في الوقود الحيوي، اقل الاضرار. طيب بتحط قد ايه على الزيت؟ يا دوب نص معلقه على 5 لتر زيت. نص معلقه صودا كاويه كافيه تكوي الزيت ده تخرتقه. هم قال يعني بيصلحوا الزيت انهم يجيبوا كيلو نشا على 5 لتر زيت، لا انت تحط نص معلقه صودا كاويه على 5 لتر زيت. ده الزيت ده لا يمكن يتم استخدامه تاني في الاكل، وهتمنع اذاهم. وساعتها بقى اقلبهم قول لهم يا جماعه انا عندي 5 لتر زيت تعالوا اشتروه. لو جم واشتروا خير وبركه، ما رضيوش ادلقوا عليهم. طيب تعرفوا ازاي الزيت اللي جايبينه ده زيت مستعمل ولا لا؟ اول حاجه بتلاقي ريحته مكمكمه. تاني حاجه ساعات لما بتحط على النار بعد فتره صغيره تلاقوه بيطلع دخان كده فيه حته زرقان خفيفه، بتلاقوه لزج، حرفيا لزج. لزوجته عاليه جدا مش زي الزيت العادي كده سلس. وخلي بالكم دي نفس العلامات اللي لو ظهرت على زيت عندكم بعد استخدام كذا مره المفروض يترمي. نفس العلامات بالظبط، لانه كده بقى زيت مستعمل متاكسد هايبر. طيب نستخدم الزيت قد ايه؟ لا زي ما حياة قالت 2 3 بالكتير. ما حدش يغلط فيا ولا في حياة. دي المرات اللي فعلا لازم تعملها. طبعا معظم الناس بقى بتعمل ايه؟ اول 5 مرات بطاطس طبيعي، بعدين 3 مرات فراخ عادي، تشيكن اند شيبس، نحطهم مرتين كده بتنجان، على مرتين كمان وراهم فلفل، بعدين في الاخر بقى مره سمك. ساعتها ممكن نلاحظ ان الزيت اتزفر، فنروح عاملين ايه؟ نصفي الشوائب. نحط نشا، بنصفي الشوائب طبعا علشان يخلي الزيت يلمع قدامنا. ليه؟ عشان نرضي ضميرنا ونهري بدننا. بقى عندنا زيت جديد نبدا الدوره من الاول. الحمد لله ان قلوبنا وشراييننا ما عندهاش بق ومناخير. بعد ما نشوف الزيت بقى بيلمع قدامنا ونستخدمه مليون مره كمان ونلاقيه تهلك خالص، نروح عاملين ايه؟ بيعه. بعد ما الزيت بقى فيه قطران ونيكوتين و3 طفيليات بيعملوا سباق بعد ما تدمر نبيعه بقى. المهم لو لقيت الزيت طلع دخان حتى لو اول مره استخدام، فضلت تحطه على النار ونسيته، يبقى بتقعد على تليفونك وبتنسي الزيت، ما دام طلع دخان ما تستخدموش خالص، مش هينفع. حتى لو لسه منزلينه من الازازه، ما دام طلع دخان ما ينفعش خلاص تقلوا فيه حاجه. يبقى خلوا الانستجرام وتيك توك ينفعوكم. ليه بقى؟ كل زيت بيكون فيه حاجه اسمها سموك
بوينت. دي النقطة اللي لما الزيت بيوصل لها بيبدأ يكون مركبات ضارة. خلي بالكم كل زيت بيختلف من التاني، يعني على فكرة زيت الزيتون منهم ينفع يطبخ بيه عادي لأنه أصلا بيتحمل الحرارة سواء كسموك بوينت أو أكسيديتيف ستابيليتي، دي معناها مقاومة الزيت لعملية الأكسدة نفسها. بس كده. وفي الختام خلي بالكم من نفسكم، ما تبيعوش الزيت المستعمل قبل ما تحطوا عليه الصودا الكاوية دي، لأنه هيرجع لكم وهيضركم، أو الأوحش إن احنا نكون مشتركين فضرر ناس تانية. انا عارف ان الزيت غالي زي ما كل حاجه تانية غليت وضربت 3 4 اضعاف السعر، فمعلش صحتنا غاليه، ان احنا نرميه من تاني او تالت مره موضوع صعب انا عارف، بس صحتنا لما تتضرر هنصرف عليها اضعاف فلوس علاج وفلوس تحاليل. ممكن لو قادرين تجيبوا اير فراير هتخلص الموضوع ده، معلقه زيت بس بتخلص كل الطبخات اللي انت عايزها ومقليه وزي الفل. اي اير فراير. وخلي بالك انت لو حوشت مثلا 8 10 ازايز زيت ممكن تجيب اير فراير عادي وانت مرتاح، وهتبقى صحيه اكتر بكتير كمان. ربنا يرزق الجميع ويعافينا جميعا، وربنا يستر على الجميع. السلام عليكم. قوموا حالا ارموا كل الجلاكل اللي متعبوا فيها الزيت وازاز الشامبو، شايفها وشايفها من عندي من هنا، والنشا الاكل مش للزيت. يلا سلام.